القصة دي بدأت مع شاب عادي جدا اسمه أحمد، شغال في محل كمبيوتر، وأغلب وقته كان بيقضيه في تصفح النت والمواقع. في يوم من الأيام كان بيبحث عن حاجات غامضة ومرعبة، واتعرض قدام منه على أحد المواقع الإلكترونية نسخة للبيع من أشهر كتب السحر في العالم، وهو كتاب شمس المعارف الكبرى. المشكلة إن سعر الكتاب كان غالي جدا، لكن في النهاية قرر أحمد إنه لازم يشتريه. بعد ما وصل للكتاب بدأ يفتحه ويقرأ فيه شوية، ولقى الكتاب بيتكلم عن أسرار السحر والطقوس اللي هتخليه يقدر يتحكم في العالم. طبعا والعياذ بالله مفيش حد يقدر يتحكم في العالم غير ربنا سبحانه وتعالى. المهم لقى فيه طلاسم كتير وصور مرعبة وبعض الرموز الغامضة اللي ما كانش فاهم معناها، وفي البداية هو كان متردد يخوض التجربة دي، لكن طبعا حب الفضول كان غالب عليه. وقتها بدأ يجرب بعض الطقوس البسيطة الموجودة في الكتاب ده. ما حصلش معاه حاجات كبيرة قوي، لكن بدأ أحمد يحس بشعور غريب. بدأ يحس إن في شخص مجهول موجود معاه في نفس الأوضة بتاعته، وأحيانا بيسمع أصوات هادية ما كانتش واضحة بالنسبة له. مش قادر يفسر معناها أو إيه يعني اللي هي عايزة تقوله ليه، ولا حتى كمان قادر يعرف مصدرها جاء من أنهي حتة في الأوضة. بعدها بكام يوم قرر أحمد إن هو يعمل طقس أكبر من كده شوية، ورسم دايرة سحرية على الأرض، وبدأ يقرأ الكلمات اللي موجودة في الكتاب. وفجأة النور بتاع اللمبة بدأ يهدى بشكل تدريجي مع نفسه. الضوء بقى خافت جدا، ويدوب أحمد شاف الأوضة حواليه. وبالرغم إن القصة دي حصلت في موسم الصيف والجو يعني كان حر جدا، إلا إن أحمد بدأ يحس إن الجو حواليه بقى متلج، لدرجة إن هو بدأ يرتعش من كتر السقعة. بدأ يحس بالخوف، وضربات قلبه بدأت تدق بشكل سريع. ساعتها كان ظهر له زي كيان أو ظل غامض عمال يتحرك عند زاوية الأوضة. في الوقت ده أحمد كان فهم إن هو دخل في لعبة أكبر منه بكتير. حاول إن هو يوقف الطقوس السحرية اللي عملها، لكن الكلمات كانت عمالة تتكرر في دماغه. الظل الغامض بدأ يقرب من أحمد، وبدأ أحمد يحس إن في إيدين باردة بدأت تلمس كتفه. في اللحظة دي كان النور بتاع اللمبة عالي مرة تانية لوحده، والظل اختفى من قدام منه. بالرغم إن أحمد كان مرعوب جدا من اللي حصل ده، إلا إنه في النهاية قرر إن هو لازم يكمل المسيرة اللي بدأها. وفي إحدى الليالي كان عمل طقوس يقدر من خلالها إنه يستدعي الحارس. رسم دايرة سحرية أكبر من اللي عملها قبل كده، وراح مولع شمعة سودا وحطها في نص الدايرة. مسك الكتاب وبدأ يقرأ طلاسم التحضير. طبعا الجو في الأوضة اتغير، وبقى أسقع بكتير من أول مرة عمل فيها كده. وبرضه نور اللمبة بدأ يخفت بشكل تدريجي، ويدوب الرؤية باينة قدام منه. وفجأة سمع صوت خشن جدا حواليه وبيقول: مين اللي بيستدعيني؟ أحمد حاول يتكلم مع الكيان المجهول ده، لكن من شدة الخوف اللي كان فيه صوته كان واطي جدا ويدوب مسموع بالعافية. ساعتها الظل ظهر له مرة تانية، لكن المرة دي كان أوضح بكتير. كان حجمه ضخم جدا، وعينيه فيها لمعة غريبة. الظل كان سأله: هو أنت عايز القوة؟ فأحمد هز دماغه بالموافقة. فالظل قرب منه أكتر وقال له: أنا همنحك القوة، لكن عليك إن أنت تدفع التمن الأول. أحمد كان متردد، لكن رغبته في الحصول على القوة كانت غلبت على الخوف اللي جواه. وسأل الظل وقال له: إيه اللي أنت عايزه مني؟ الظل أو الكيان المجهول رد عليه وقال له: عليك إن أنت تنفذ أوامري. همنحك القوة لتحقيق أحلامك، لكن عليك إن أنت تخدمني في المقابل. أحمد من غير أي تفكير منه كان وافق على الكلام ده. ساعتها الظل كان اداله ورقة صغيرة، وقرب من أحمد وقال له: هو ده الاتفاق، ودلوقتي عليك إن أنت توقع عليه بدمك. ولحد هنا هيكون الجزء الأول انتهى، والمرة الجاية هنعرف إيه اللي حصل ما بين أحمد والجن حارس الكتاب، وإزاي أحمد اختفى من على وش الدنيا من غير أي أثر. والجزء التاني هيكون الجزء الأخير من القصة دي، وهيكون مخصص للأعضاء المنتسبين بالقناة. لو عجبك المحتوى اللي بقدمه ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. أهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي، وشارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك، وأقدر أستمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.